السلام عليكم. كي دايرين خواتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مباركة، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. اليوم جيت لكم بسلو رائع رائع جدا. هذا سلو معتمد عندي دائما، غتجربوه وردوا عليا الخبر، تبعوا الوصفة من الاول حتى الاخر. اول حاجه نبداو بها اللوز. خدينا عندي كيلو ديال اللوز هنا، كبيت عليه الماء طايب، خليته واحد 5 دقائق، غسلته و درته في الشبكة استقطر ونقيته، ودرت ليه شوية ديال الزيت وحمرته في الفران. ها هو دابا تحمر. هنا عندي جنجلان، كيلو ديال الجنجلان، كتعرفوا كنغسلوه كنقيوه وحمرناه حتى هو في الفران. عندي هنا كيلو ديال الكاوكاو، درت ليه نص طيبة في الفران وقشرته، ودرت ليه شويه ديال الزيت، عاد رجعته في الفران تحمر. شوفوا كيفاش جا تحمر، جا زوين، جا غزال. واللي ما كيقدرش على الكاوكاو يدير في بلاصتو اللوز. تبعوا معايا المقادير ديال الوصفه. ندوزو دابا للمقادير ديال الوصفه. عندي هنا 3 كيلو ديال الطحين محمر، حمرته في الفران ديال الزنقه. عندي نص كيلو ديال السكر كلاصي، طحنت السكر نص كيلو في الدار. سميتو هذا اللوز اللي حيدته هو والكاوكاو اللي غنهرمشو، وهذا الجنجلان حتى هو غنخليه صاين. عندي نص كيلو ديال الزبدة، ما غنخلط معاه شوية ديال الزيت. عندي كاس ديال الزيت. عندي هنايا القرفة، عندي حبة حلاوة والنافع مطحونين مزيان، حتى القرفة طحنتها على يدي. عندي شوية ديال الملحة، واحد نص معلقة، وشي نص معلقة ديال المسكة الحرة. وعندي الجنجلان هذاك اللي بقى من الكيلو. وهذا الكاوكاو واللوز حتى هويا اللي غادي نطحنهم مزيان. هادو اول حاجه نبداو بها، نذوبوا الزبده. راه كبيت واحد شويه ديال الزيت في القاميله ولا في كاسرونه اللي بغيتو، ونحطوا فيها الزبده ونخليها تذوب على خاطرها. دابا ندوزو نطحنوا اللوز والكاوكاو. آه، خديت لها شوار اللي كنت قلت لكم ما غناخذ لها شوار من يقرب رمضان. هي خديتها، قول على سلامتك. هي كتساعد مزيان والله، اللي يقدر ياخدها ياخدها. العشوار كتساعد بزاف في رمضان. دابا غنطحنوا هاد اللوز والكاوكاو، غنطحنهم مزيان. ها هما طحنتهم. ها انتم علاش قلت لكم الهاشوار مزيانه. اما كون كانت موليناكس عاديه ديك الصغيورين، شحال قدك ما طحني، كديري هنايا كميه كثيره وكطحنيها في دقه واحده وكتهناي. ساهله، كتسهل عليك الخدمه وكطحن مزيان. غنخويو هاد الكاوكاو واللوز اللي طحنت، غنخويوه هنايا في هاد البانيو اللي فيه عندي انا بانيوات خاصين للسفوف، كنخليهم غير من رمضان لرمضان، كنخبعهم حتى رمضان عاد كنجبدهم. عندي واحد كبير اللي غنخلط فيه دابا تشوفوه، وهذاك اللي شفتو دابا عاد. دابا هي الزبده كتذوب، دابا غنطحن الجنجلان حتى هو غيتطحن مزيان. ها نتوما الجنجلان درتوه في دقه واحده. راه نص كيلو احتفظت بيه، ونص كيلو راه هو هنايا. درت هنايا القرفة والنافع وحبة حلاوة غيتخلطوا مع الجنجلان باش يزيدوا يطلقوا النكهة ديالهم في السفوف. دابا غنطحنو. ها هو كيتطحن، وديك الساعة ها هو شوف كيفاش تطحن. هاد الهاشوار زعما ناعمة والله، ها اللي يقدر ياخدها ياخدها. يشريها. ولكن نختار الحاجة اللي تكون مزيانة، ماشي أي هاشوار تقضي لكم. كاين اللي دغيا كيتحرقوا، كاين على حسب. ها هما فاش طحنت داك الجنجلان، شوفوا الجنجلان كيفاش كان محمر، شوفوا كيفاش جا. الريحة ديالو غزالة، كتطلق ديك الريحة ديال رمضان. فاش كتطحن الجنجلان كتشموا ريحة رمضان في الدار، ريحة السفوف. هنايا ها هو، ها هي الزبدة ديالنا دابت. دابا غنخليوها حتى ترتاح شوية، حتى تطلع الزيت الفوق وداك الحليب ديالها كيبقى لتحت. هنايا ضفت الملحة، ضفت لها الملحة. غنديروها وغنضيف ليها ديك الزيت وعاد نخليوها ترتاح.
هاديك الزيت كتبرد لينا الزبدة. غنخليوها حتى ترتاح وعاد ديك الساعة نضيفوها على الخليط ديالنا. المهم دابا حنا غنبداو، راه هرمشت هداك داك اللوز وسميتو، هرمشت داك اللوز والكاوكاو اللي وريت لكم في الأول، ها هو هرمشتو كبيتو هو الأول في البانيو. وهذا البانيو اللي قلت لكم كنخليه غير من رمضان لرمضان، عندي كبير وكنخبعوه غير للسفوف، كنصاوب به السفوف، فاش كنسالي كنغسلو مزيان، سميتو نمسحوه وكنشفوه وكنخبعو تا رمضان، عاد كنجبدو عاوتاني، ولا إلا كان كاين شي مناسبة ديال نصاوب شي سفوف ولا نخلط فيه شي حلوة ولا هادي، كنجبدو إلا كانت شي كمية كتيرة. هاهما المقادير كلهم تخلطوا هنايا، غنخلطو مزيان مزيان مزيان، تا يتجانسو هاد العناصر مزيان، وغندوقو السكر نشوفو واش كافي ولا لا. أنا فاش دقت لقيت السكر ناقص، أنا زدت هنا 200 غرام ديال السكر على ديك 500 غرام، إذن هاد السفوف هز ليا شي كيلو إلا ربع ديال السكر كلاصي. إلا شريتو السكر كلاصي من على برا، كتاخدو كيلو، غيهز لكم كيلو، حيت هذا كيكون ناقص حلاوة شوية. شوفوا السفوف ديالي كيفاش جا، شتو كيفاش تعلك بداك سميتو داك الجنجلان اللي طحنت واللوز، فاش خلطتو مزيان الطحين مبقاش ولا بحال اللي معلك شوية بداك الإدام اللي طلق فاش خلطتو. دابا هادي الزبدة، شوفوا الزيت صفات بوحدها وداك الحليب بقى لتحت، هداك الحليب ما غنديروش ديال الزبدة، غادي نحيدو، غندير غير ديك الزيت اللي حيت هاديك الزبدة إلا درناها في السفوف غادي تغمل لينا السفوف، غادي يغمل، غنديرو غير ديك الزيت ديالها. صافي، صافي دابا غنزيدو زيت المائدة، درنا الكاس الأول، دابا هذا الكاس الثاني، باقي غنزيد 2 كيسان أخرين. بحال نتوما الكيسان ديال العنبة غديرو 6 ديال الكيسان، وغادي تشوفو ديرو 6 د الكيسان. ومن بعد إلا كان الطحين ديالكم على حسب الطحين، كاين الطحين اللي كيشرب تقدروا تزيدوا شي نص كاس ولا تزيدوا شي كاس، ولا على حسب الطحين شحال. المهم نتوما كتدلكوا عاد تزيدوا، ماشي غتبقاو غير تزيدوا في الزيت، لا، حتى يتدلك مزيان، حيت ما حدكم كتدلكوا، ما حدكم كتخلطوه مزيان وكتحكوه بحال اللي كتعجنوا، بحال اللي كتعجنوا الخبز، عاد هو كيطلق. وبقاو تزيدوا غير شويه شويه د الزيت باش ما يجيكمش جاري. ها نتوما بقاو تعجنوا، أنا راه غندير في العجانة، اللي عندو العجانة يدير العجانة، اللي ما عندوش يشمّر غيشمّر ويدلك ديروا شي هدرة في الأرض وحطوا عليها البانيو ولا القصعة وبداو تعطيو البنيات بداو تدلكوا، الله يلاه. المهم أنا غنخلطو وديك الساعة عاد نديرو في هذا في العجانة. أنا كنت من ديما كندلكو غير بيديا، بحال اللي كندلكو الخبز، بحال اللي كنعجنو الخبز تمامًا، بحال هكايا. ما حدكم نتوما كتخلطو، ما حد هو كيطلق داك الإدام ديالو. هاهي درتو في العجانة، درت ليه فيتاس قليلة، ما درتش ماشي فيتاس اللي ما درتليش السرعة، يتخلط غير بشوية. أنا خلطته في العجانة وجا معلّك، جا غزال هاد السفوف هذا، غير جربوه، أنا هذا هو المعتمد عندي. شوفوا كيفاش جا، صافي بارك عليه. صافي هو هداك، لا في الحلاوة ديالو ولا في الإدام ديالو ولا في كلشي، جا هو هداك. دابا نديرو ديكوراسيون، ضروري ديكوراسيون باش تشوفوه كيفاش جا المنظر ديالو. أنا غندير في هاد المول العجيب، وانتوما ديروا اللي بغيتو في شي طبسيل مربع ولا داير ولا اللي بغيتو، ولا في شي مول، عندكم شي مول عندهم فيه ديكور زوين ديروه وزوقوا به، ولا دوك المولات الفردية
أولا قرصوه وديروا بحال طبعوه بشي طابع وقدموه، زوقوه باللوز وقدموه لحبابكم، ولا ديروا الطريقة العادية، غير هزوه حطوه في طبسيل عطاوهم معالق وياكلوه بحال اللي كنا كنديرو قبل. حنا غنستمرو هكا تنساليو، ها هو ساليتو. رمضان كريم، الله أكرم. شوفوا كيفاش جا الصفوف، درت غير واحد شوية هنا، أنا راه هز ليا خرج ليا شي، غتكون تقريبا شي 8 كيلو ديال الصفوف اللي خرج ليا من داكشي، ديك العناصر اللي درت كلهم. حيت عندي جوج سطيلات ديال، أنا كندير في السطيلات اللي عندهم الفيلطاج، هز ليا تقريبا جوج سطيلات عامرين ديال الصفوف، وحدة عامرة تا الفم وحدة ناقصة واحد شوية. شوفوا كيفاش جا الصفوف ديالي محمر، ما محروق ما حتى حاجة، داك كلشي طاب على حقه وطريقه. ها الحاجة عطاوها غير الخاطر، غيجيكم الصفوف زوين. شوفوا كيفاش غنوري لكم دابا كيفاش جا، شوفوا الصفوف ديالي كي جا هكاك. شوفوا دابا، شوفوا بحال شي طاخت. ها نتوما شوفوا كيفاش جا الصفوف، جا من داك الشرفيع، جا غزال وفيه دوك القرماشات ديال داك اللوز المهرمش والكاوكاو، جاو من داك الشرفيع، جا غزال وبنين. وشكرا للناس اللي كيشجعوني، وبارطاجيو إلا عجبكم الفيديو، ما تنساوش تابوناو عندي وديروا جيم وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء.